بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دوس لايك واشترك في القناة وما تنسوش الشير وابعتولي أحلامكم زائد الحالة الاجتماعية. ومعانا حلم من مروة متزوجة وحامل. حلمت إني آكل القابوت الكويتي وكان لذيذ وأكلت منه كثير. تفسير الحلم: يدل المنام على إنجاب ولد ذو شأن في بلدك، كما يدل المنام على فرح أهل زوجك وفرح شديد به، والله أعلم. ومعانا حلم من مديحة عزباء. حلمت إني كنت ذاهبة لطبيب أسنان، ثم شاهدت أختي خارجة وذاهبة عند نفس الطبيب، فقلت في نفسي أنا موعدي قبل موعدها، فاستغربت إنها ذهبت قبلي، ثم وجدت نفسي وهي في صحراء مفروشة عليها خيمة، ورجال من الصحراء معهم جمل، ثم ظهر لي بيت دخلته كأنه جميل، ولفت انتباهي هي الأريكة. كانت طراز شرقي مثل أريكة مصرية اللي لها حوافي ولونها ذهبي. تفسير الحلم: يدل المنام على تحقيق أمنية لأختك تتمناها، وبعدها تحقيق أمنية مباشرة سوف تتحقق أمنيتك، كما يدل على أنك تعرضت لظروف صعبة وصبرت كثيرا، وسوف يعوضك الله صبرك خير، جزاء الصابرين كثير، والله أعلم. ومعانا حلم من فاطمة عزباء. حلمت إني صديقتي دخلت الصيدلية تعمل فيها، وكنت أقول لها انتظري ما يخبرون، وكانت كراتين كثيرة كأنها خيرات كثيرة، وهي تقول لي أنا لا أرى شيء. تفسير الحلم: يدل المنام على حدوث مناسبة عائلية سعيدة جدا، والله أعلم. ومعانا حلم من بط عزباء. حلمت إن أختي دخلت وأعطتني توأم أشمه حتى أفيقه. تفسير الحلم: يدل المنام على بداية جديدة في حياتك، ستكون بداية خير وبركة وسعادة، والله أعلم. ومعانا حلم من أم علي عزباء. حلمت إني عندي ذهب كثير، وزوجي أعطاني سلسلة ذهب مكتوب عليها قرآن، ولبسها لي وخلعني سلسلة قديمة. تفسير الحلم: يدل المنام على تغيير في حياتك للأفضل وسماع أخبار سارة قريبا جدا، والله أعلم. وأسيبكم على خير، وابعتولي أحلامكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.